من هنا من محافظة كفر الشيخ، والطالبة اللي أصبحت حديث الساعة منة الله عماد صاحبة الجردل. إيه منة الجردل؟ لا منة الجردل ده مكتبي في المكتبة أو مكتبك. قلت لي قبل ما تطلعي إن شاء الله لايف إن أنا إن شاء الله لما ربنا يكرمني وأتجوز إن شاء الله هكتب الجردل ده على جوزي في القايمة. واخد ثروة قومية هو يعني. منة ما شاء الله يعني مش بس ممتازة، ومش بس كمان أولى على المستوى على المحافظة، لا دم خفيف كمان. مين منة؟ منا أول محافظة كفر الشيخ، إدارة الحمول، مدرسة الحمول، في مدرسة الحمول الرسمية للغاية. منة مبروك. الله يبارك فيك. هي جت متأخرة بس معلش. كلميني كده منة، عايز تقول النهارده ايه كده في البداية كده؟ عايز ابدا معاكي تقولي كده رسالة كده لماما. بص لماما دايما بتبص لك كده وتضحك. عايز تقول لماما النهارده ايه؟ عايزة أقول لها إن إحنا صبرنا بس ربنا عوضنا الحمد لله. صبرنا وربنا عوضنا. صبرنا وربنا جبرنا. جبر اللي بعد الصبر. جبر اللي بعد الصبر. الله يبارك لك يا بنتي. ابتسامتك حلوه يا منة. كلميني بقى الصوره اللي بتاعت الشعر منكوش دي، كلميني عليها. لازم بصي مش هسيبك في القصه دي. الصورة بتاعت الشعر المنكوش ده اللي بتاعت القلم. أنا أصلا كنت ماسكة شعري بالقلم. ماما كانت داخلة عليا كنت في اليوم ده ذاكرت في الأوضة، احنا كنا في الشتاء كان الترم الأول. فماما داخلة، هي ماما ماسكة التليفون عادي يعني، كنا الفجر. لقيت الصبح وأنا في الدرس بعتلي الصورة. طلعت من الدرس جيت بقى هنا قعدت ازعق، انتي مصوراني وانا شعري منكوش وشكلي ومش عارف ايه وايه شكلي قامت قايله لي بكره اما تكبري وتبقي دكتوره او اما احفادي يقعدوا معايا هقول لهم ماما كانت بتذاكر كده. بكره لما تكبري وتكوني دكتوره؟ لا ده بقى ده خلينا نروح لماما. كنت واثقه ان شاء الله ان منة ربنا هيجبرك فيها. الحمد لله الحمد لله، كان عندي ثقه. منة ما شاء الله عليها من وهي في ابتدائي وهي ممتازه ما شاء الله يعني، وهي صبرت كتير والحمد لله الحمد لله ربنا عوضها. الحمد لله. هو ده الجبر اللي بعد الصبر. هو ده الجبر اللي بعد الصبر. قلت لما جيتي كده وعرفتي ان منة طالعه الاولى، قلت لمنة كده تاكدي يا منة، ركزي يا منة. كلمني بقى على بصي على الموقف ده، وكان قلبك بيعمل ازاي؟ احنا انتظرنا النتيجه كتير، محافظات كتير طلعت، ظهرت منها كانت متضايقه قوي. فساعة ما الحمد لله ماما انا جبت كذا كذا خلاص يا حبيبتي وخدتها في حضني. وبعد كده منة ممكن تتاكدي بعد اذنك لو سمحتي يا ماما بعد اذنك بس يا منة اتاكدي معلش. جالنا بقى الاتصال بجد يعني، مدرستها مس نوره قالت لها منة انت الاولى على المحافظه. وبعدين جالنا اتصال بقى من المحافظه الحمد لله الحمد لله ورحب بمنا والحمد لله. ربنا جبر خاطرك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها علينا يا رب. اللهم امين. منة انجبرتي، ده الجبر اللي بعد الصبر. كلميني كده يا منة، احساسك ايه وكنت حاسه بايه وعايشه بازاي طول السنتين؟ جردل وبيت خالي من العفش والمنقولات، المرتبه بتاعت جدتك. كلمي كده اسمع منك. كانت مسافه بقى هي ايه، كانت ممكن كل ده بيديني ايه اللي هو لا انت هتفضلي صابره وربنا هيعوضك، ربنا هيعوضك. ماما كانت على طول، كنت انا على طول يعني بتنرفز بقى، وانت يا ماما وكل شويه اهدي واصبري، طب قومي صلي قومي اقراي قران اهدي خير مش عارف ايه. وانا جالي فتره جالي فيها اكتئاب اصلا، ما كنتش برد على حد، كنت تعب نفسي. كنت بتكلم. كنت مثلا كنت ببقى قاعده في الدرس مش مركزه وفي حوار داير في دماغي بيتكلم ومنا مش مركزه. جالي اكتئاب فتره مش بتكلم مع حد، واصحابي لاحظوا الموضوع وبقوا يبعتوا لي انت ما عدتيش بتحكي لنا كان سبب زعلك ايه منه؟ كان سبب زعلي كان حصل بقى ضغوطات كتير وحاجات كتير، بس انا ايه ضغطت قوي. وانا مثلا ايه انا في صحابي وكده انا مثلا ايه بير ايه اسرار بير لما واحده تزعل فهي صاحبتي متضايقه وانا متضايقه فالضيقه على بعض قفلتني بقى. مامتك بتبص لي كده يا منة زي ما تكون بصي بتفكر في كل كلمه بتقوليها. لا هي منة اجتماعيه جدا واصحابها بيحبوها جدا يعني. انا الاقي ما شاء الله يا ربنا يبارك فيهم 5 6 بنات داخلين، الاقي ما شاء الله المرتبه دي قاعدين، المرتبه الوحيده اللي موجوده كلهم قاعدين. تعال اقول لهم اعمل لكم شاي يا حبايبي، يا طنط شاي ما شاء الله عليهم، هم بيحبوا منة ومنة اجتماعيه. والمرتبه الوحيده اللي موجوده في البيت. والسجاده بتاعت مين؟ السجاده بتاعت مين؟ السجاده دي بتاع والدتي، بابا كان جايبها من السعوديه. والمرتبه بتاع جدتي الله يرحمها. والجردل جارتي جابته. ابراهيم ابني كان دايما يقول لها ماما الجردل ده منة هو ده متعدد الاستخدامات، ماما تنزل اجيب منه فيه حاجات، منة تذاكر عليه، ماما تحطي فيه ميه وتسيق الشقه.
الحمد لله الحمد ربنا يبارك لله لك ربنا منك. جبرني الحمد لله. حاجه النهارده انا طبعا كام سنه تعب، من 2018. حاجه يعني زي ما بقول لك ايه بقى، انت الاب والام كنت بقى يعني عامله دور الاب والام، بتسخطي وتنطري وتنرفزي، ولا دور الام الحنيه اللي بتاخد بنتها لا هو دايما كان في حته كده، بس برضه ما بقدرش لان الاب اب والام ام، احنا مش هنضحك على بعض يعني. بس دايما اشد شويه، بس لا ارجع تاني هاخدها في حضني. اخر مره شلت على مني امتى؟ لا مش فاكره صراحه. طب لما جيت لك بقى تقول لك يا ماما الصوره يا ماما، الصوره دي عملت داخله من الباب، انا بفتح الباب كده، لا يا ماما انت مصوراني كده ليه؟ شعر ايه؟ شعر ايه يا منى؟ شعرك منكوش، كله شاف شعرك. قلت لها لا يا منى انا مصوراني الصوره دي علشان هتبقي دكتوره ان شاء الله، وهوريها لاحفادي واقول لهم ماما كانت بتذاكر على جردل. هي منى قامت بصالي كده وادتني ابتسامه حلوه قوي، وخلاص وعدينا الموضوع وخلاص. بس الحمد لله ربنا جبرها، ويا رب يا رب تكمل على التفوق ده ان شاء الله، وتبقى في الثانويه باذن الله. اخر رساله منى. بحبها جدا، وربنا يعوضها كمان وكمان. والحمد لله يا منى هو ده الجبر اللي بعد الصبر، انت صبرت كتير والحمد لله الحمد لله. طب ممكن بقى ترد على ماما كده برساله كده عن الكلام الحلو ده؟ انا هعيط وانا قاعد. انا اقول لماما ان هي ايه؟ ايه؟ انا وماما لا لا خد بالك من كلمه، انا هقول لماما ان هي ايه؟ قولي. هي عندي، هي مش ام. انا وماما اصلا علاقتنا ببعض اصحاب. مش ام بقى اللي هي ماما وانا بنتها، لا هي اصل ماما وحيده على ولدين وانا وحيده على ولدين. يعني نفس الظروف. اللي هو اخوات وصحاب. انا مثلا لو ايه، انا حصل لي موضوع واصحابي حصل لهم موضوع فيه كده، ماما حصل كذا كذا، طب نعمل ايه؟ ونبقى تحت حصل حوار، طب انا هطلع اسال ماما احنا نعمل ايه؟ كده مش موضوع بقى ان هي ربنا يبارك كمان. عايز تقول ماما النهارده يبص لها كده ولا كلمه كده؟ انا عايزه اقول لها ان انا بشكرها، انا بحبها قوي، ان هي كانت قايمه بدور، كانت ادوار كتير ام واب وصاحبه كتير، كانت قايمه بدور، كانت قدامي بقى متماسكه بقى ومفيش حاجه بقى، كانت تمشي بس من قدامي كده تعيط بقى، وهي اصلا مش قادره تكمل، بس هي قدامي ايه متماسكه عشان تكمل عشان. كل بيقول لك الف مبروك يا دكتوره، برضه دكتوره. يا رب يا رب ان شاء الله. انا عايز بقى احجز دلوقتي ان شاء الله كشف كده، عشان لما تبقى دكتوره الجلديه ان شاء الله يبقى كشف ببلاش، ولا تدفعي تاخدي مني فيزا؟ لا لا ساعتها مش هتعرفيني يا مين. لا والله. يعني دلوقتي خلاص احنا على الهوا، دبستك انا. ان شاء الله لما تكوني زي طبعا دكتوره جلديه كبيره هتكشف عليها ببلاش اكيد. مامتك سامعاكي وبتاخد، بص بتسجل عليك والله. على فكره انا سبب اللي عايزه ابقى دكتوره جلديه، السبب ده ان انا عايزه اكشف على الناس، وانا كمان اجيب العلاج للناس، عشان انا حصل لي. على فكره انت على الهوا ودلوقتي كل وسط، انت حتى لو بتعجزي الكل سامعك دلوقتي. انا حصل لي موقف يا حاجه يا منى سامعه؟ بنتك هتقضيها بقى فلوس ولا مكشفات ولا تلم الناس؟ ماشي. حصل لي موقف في حياتي سبب كل ده. انا كان جالي فتره حصل حاجه في بشرتي، عملت لي حاجه نفسيه، ما كانش عندي ان انا اروح اكشف واجيب علاج، وعلاج الجلديه غالي. فانا عملت سيرش وقعدت ابحث ان انا ايه اعمل ايه ان انا الموضوع ما يزيدش. فانا جت في دماغي ان في ناس كتير بيجي لها امراض اكتر في الجلد مش بتقدر ان هي تجيب علاج ولا تعالج نفسها، فبرضه على فكره ده بيسبب حالات نفسيه لناس كتير. صدق بالله انت جميله ودمك خفيف وشطوره ما شاء الله، والاولى وكمان عندك قلب بينبض. على فكره يا منى مش اي حد يكون عنده قلب واي حد يحس بالناس بجد. يا منى ما شاء الله يعني كلامها. لا ما شاء الله عليها هي منى من وهي صغيره، ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك لنا فيها يا رب وفي اخواتها ان شاء الله. متابعينا طبعا كلام وحديث ما حدش يمل منه، انا ما مليتش منه. اكتشفت في اللايف ده ان منى عندها كمان قلب طيب جدا، يعني شطوره ما شاء الله، والاولى على مستوى الجمهوريه، ومنى الكل بيتكلم عنها. وكمان بقى انا كشفت عنها النهارده، او يعني انفردت معايا باللايف ده، ان هي صاحبه القلب الطيب. انا بشكرك يا منى، انا بشكرك ان عملت معاك اللقاء ده. شكرا. متابعينا ومحبينا في كل مكان من محافظه كفر الشيخ، انا معكم احمد دمتم. متابعينا في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.